جديد. النهارده من برنامجنا حلمنا حلمك حميده فاجئتني بحاجه غريبه وحاجه جديده. حميده معاها مشروع لاصحاب الهمم، الناس الحلوه اللي فاقد السمع او فاقد البصر او كل اصحاب الهمم. هتتبرع بالارض، هي تقول لنا الوقت التفاصيل كلها، واحنا مع حميده ومع التفاصيل، وناخد معاها الاجراءات اللازمه، ونقف وياها مع السلطات ان هي فعلا تنفذ المشروع ده على ارض طناطا. ايه المشروع يا حبيبي؟ انا بشكرك اصلا ان انت دعيتيني النهارده يوم اجازه عيد العمال. انا ما كنتش عامله حسابي ان انا اجي يعني. فانت ما دام فتحت معايا الموضوع، فانا من سنه 2016 ايام ما كنت سكرتيره مع الاستاذ سيد حجازي عضو مجلس النواب، ربنا يديله الصحه والعافيه. يعني كان قدامي حالات كده، يعني قدامي حالات ذوي الهمم، ما كنتش اعرف يعني ايه موضوع ذوي الهمم. فمثلا في عندك اطفال ما بتيجي تتكلم، وفي ذوي، في عنده اعاقه سمعيه وبصريه، وفي توحد، وفي دم. البلد فيها حالات كتير، وفي ناس عندها ضمور تفضل جسمه ما بينموش ابدا. الاطفال دي بتبهدل اهاليها. اقول لك على حاجه، مثلا انا من خلال واقع عشته بدون ذكر اسماء حد يعني. فهو دلوقتي في واحده قالت احنا عايزين مدرسه فكريه في البلد. قلت لها والله يعني ايه مدرسه فكريه؟ قالت يعني المدرسه بتبقى ديت لذوي الهمم. المدرسه ديت الفصل بيبقى عباره عن 6 عيال بس، مش بيبقى عشان يقدروا يتحكموا فيهم او فانا جيت انا كتبت الطلب باسمي حميده الحنفي، وكتبت رقم تليفون عليه. قدمت الاستاذ سيد بالليل، الصبح قال لي تعالي المكتب، جاب لي الموافقه من احمد شعراوي. قام تاني لقيت التليفون بيرن عليا، لقيت واحد اسمه دكتور محمد اباظه قال لي يا استاذه المحافظ بيقول لك انت عايزه ايه؟ انت عندك عيال؟ قلت له انا مش متجوزه، بس عارفه حالات كتير من ذوي الهمم، وده واقع احنا عايشين فيه. قام قال لي يعني انت عايزه ايه يا استاذه؟ قلت له انا عايزه اعمل مدرسه فكريه لذوي الهمم. قام قال لي يا ستي انت حاضر. طلبوني ان انا اروح مدرسه عمر بن الخطاب اقابله هناك. قلت له انا عايزه اقابلك. قلت له انا كنت قابلته هناك، طلعت بطاقته وصورته وقعدنا نتكلم. قال لي انت عايزه تعملي مدرسه فكريه يا استاذه؟ محافظ احمد شعراوي قال لي كنت عايزه ايه يا استاذه؟ قلت له انا عايزه مدرسه فكريه. قال لي عشان تعملي مدرسه فكريه لازم مكان، عشان الطلبه ديت من حقهم يبقى لهم مكان، يبقى لهم العاب يلعبوا فيها. الحكومه هي اللي ملزمه تبني، واحنا ممكن نعمل كمان نظريه المدرسه. وانتوا توظفوا ناس على مزاجكم ولا قالوا لي بس سلمنا المكان والحكومه هتبنيه. يعني جت بقى قعدت الف في البلد، بدات قلت الناس كتير. قعدت اقول مثلا واحد اسمه فتاح المكتوب، الاستاذ محمود السيار، الاستاذ سيد حسن ربنا يديله الصحه والعافيه، قال لي تعالى نعملها فتره مسائيه في المدرسه. قعدت الف في البلد، رحت مدرسه عمر بن الخطاب، قال احنا المفروض نعملها فتره مسائيه. اما جيت ابص لقيت الدكتور محمد اباظه، الدكتور محمد اباظه رن عليا قال لي يا استاذه ما ينفعش مدرسه فتره مسائيه. قلت له ليه بس؟ قال لي المحافظ قال لي كلمها وشوف هتقول لك ايه. قال لي المحافظ بيقول لك يا استاذه سلمينا مكان مش اقل من 350 متر، واحنا هنبني مدرسه عليه، واحنا اللي هنحط الاجهزه فيها، والطلبه دول هنحاول نخش يلعبوا فيها. المدرسه ديت قعدت اجري في البلد، يوم قالوا عليها كلام مش كويس، يقولوا ده فاضي هنا مش عارف، لان في ناس عايشه حياتها ما عندهاش اي حاجه، فكرين الحياه كلها سهله كده عند الناس. فهو ما يعرفوش ان العيل اللي عنده اعاقه سمعيه عشان يروح يكشف لازم يدفع 1300 في الكشف مره واحده، وساعات ممكن 2000، وبيدفعهم غصب عنه، وساعات توصل ساعات ما بيبقوش لاقيين ياكلوا، وساعات بيبدوا ولادهم عليهم، ساعات بتستلف. انت بتبيعي كل حاجه تملكوها. يعني انت لما يكون قدامك عيل لازم يكشف، متحدد له ميعاد كشف النهارده لازم يدفع 3000 جنيه كشف او 2000 جنيه، بتجري بتستلف كل حاجه. يعني كل حاجه، يعني ممكن تفكري تبيعي البيت اللي انت ساكنه فيه. هو اللي ما عندهمش حاجات زي ده ما يعرفوش حاجه، البلد مليانه. انا قعدت اعمل احصاء انا وبنت كده من عيله الساعه اسمها اميره، قعدنا نعمل في طناح احصاءات ونلف في البيوت ونجيب اسامي العيال، انا وهي بقينا نجري، قعدنا نجري شهور وايام، طلعنا اسامي كتير. يعني لقيتوا الاحصائيات عملنا كتير وقدمتها له المحافظ، وفي واحد خدها وخباها مني، في واحد مش عايز المشروع يطلع في واحد خدها وخباها مني. كل ما اروح انا قلت للرجال اعمل كتير، انا معروفه بس هم ما بيعملوش حاجه، للاسف الشديد ما بيعملوش حاجه. احنا عندنا دعوه من خلال البرنامج اهل طناطا
ناس كتيره مترشحه لمجلس الشعب. انا ماليش دعوه عندهم. بمجلس الشعب يا سهير، انا ماليش دعوه انا ماله مال مجلس الشعب، هو دخل مجلس الشعب، هو مجلس الشعب ده لسه 3 سنين عن مجلس الشعب. لا اقل من 3 سنين. إيه، ماليش دعوه، انا مالي، هو العضو مش ملزم، العضو ده هو توفيق الله، ده بيعمل مصالح وخلاص. يا في رجال اعمال في البلد، في ناس بتتفشخر بتروح تجيب من ميتم ب 30 لما تعمل لما تشتري ايراد في البلد. انا دلوقتي في واحد جالي، انا هو كان كتبت مقال كده قلت عايزين مدرسه فكريه من البلد من زكاه رمضان. جالي واحد اسمه الاستاذ العادل عبد الحكيم شمس، قال لي انا متبرع عندي ارض جنب المدرسه الجديده اللي جيت قلت للناس تاني قالوا لا المدرسه هتبقى بعيده، المدرسه هتبقى بعيده في عربيات تودي الاطفال وتجيبهم هتكلم بحيث لا إن يبقى عشان في خلي مكان. بالك طناح دي بلد الام، طناح ديت حواليها بلاد كتير، حواليها خليج جوم بلاد كتير، يعني مثلا بيت محمود حواليها اقل حاجه 70 قريه، عشان لازم المدرسه تبقى على البحر قريبه عشان نبقى اقصى بالاهالي المواصلات برضه. يعني اللي حب يتبرع بالارض، الارض بتاعته متطرفه شويه والله انتوا عايزين قال لي انا أرض عندي خد اللي انت تبقى في عايزاه. وسط الكتله السكنيه، بحيث ان هي لما تتعمل مدرسه فعلا ما اللي جاي من القرى المجاوره يبقى سهل عليهم التواصل، ونقطه وكلمت سنتر للمكان، نقطه تواصل تحل مشاكل اللي جوه واللي بره. امال ايه؟ انت بتدعي اهل وعندي بلدك برضك انا كلمت والله العظيم من حوالي 3 سنين، كلمت محمد علاء، انا بشكر محمد علاء لان محمد علاء انا كلمته قلت له يا محمد انا عايز ابني مدرسه فكريه في البلد، انا فكرت ان هو مثلا هيجي يشتري في البلد، قال والله يا حميده عندي الارض تعالي خدي خدي الارض اللي تكفيك وابنك، بس برضك هتبقى صعبه علينا في 100 جراح الطريق ده في طريق موت كله حوادث، بس والله وكل كتر خير وما قالش لي لا، قال لي شوفي تعالي خدي فاداني 2 يعني انت لاقي ناس كتيره تتبرع فعلا والله لا بالأرض، محمد علاء بس الاماكن متطرفه. طب ما في فكره يا حميده سهله دلوقتي، هو اللي هيتبرع بالفدان ما يبدله مع حد في الكتله السكنيه، يعني هقول بدل شيء، لا هو ما دام نيته طول خرجت من نيته ومن عند ربنا، ما يبدل الفدان او النص فدان اللي هيتبرع فيه من الكتله المتطرفه حد تاني ياخدها ويديها في الكتله السكنيه، عشان اصحاب الهمم اللي الرئيس فعلا كفل لهم 30%، كفل لهم 30%، اداهم شقه وعربيه وراتب شهري، عشان هم دول فعلا. في ناس ما بتقدرش تقول في ناس ما تعرفش يعني ايه، في ناس سايبه عينها ما بعلمهمش خالص، انا عارفه بنات كبرت في كده ناس بتلاقي رجلها مقطوعه ايدها مقطوعه وقاعدين يشحتوا على الطريق، مش فاهمين ان هم لهم حق على البلد، لازم ياخدوا الحق دي. احنا دعوه مننا ومن الرجال اللي عملوا الرئيس عطيك حاجات كتير، بس كل واحد عنده خبره او فاهم يفهم الناس التانيه. ودعوه لاهل طناح، ما دام في تبرع فعلا للارض في بره في مكان متطرف، اي حد عنده ارض في الكتله السكنيه في منطقه كويسه يعمل تبادل عشان الخير يوصل للبلد كلها ويوصل لمصر كلها من خلال برنامجنا صوت الحياه. يا حميده باذن الله المدرسه هتتحقق. يا ستي انا على فكره المدرسه دي احسن ما يبني جامع البلد، يعني ممكن هي فعلا المدرسه هي احسن من الجامع. الجامع الناس بتصلي ال5 فروض وتروح، انما المدرسه بتبقى فضله للعيل، الطفل او الطفله بتنمي عندنا حق الحياه سهير، لهم عندنا حق إنهم الحياه، يعيشوا. بس المشكله ان مفيش حد بيفكر في التاني، كل واحد بيفكر في نفسه. المفروض انت رجل اعمال ربنا اداك مال، ومساجد الله لتعمير كلمه الله، وانما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الاخر. واحنا بنقول بس برضه دي يعتبر ان هو جامع الناس اللي عباده يقدروا يعملوا المدرسه زيها زي الجامع، وممكن في المدرسه برضه لو انت حابب تعمل ده نعمل زاويه صغيره للاطفال يا حميده يصلوا، يا ريت ونعلمهم قران ربنا وننشر ديننا الاسلام. معظم القران دلوقتي يا سهير مشكله ما حدش عارف يفكر غير اللي هيدخله، يعني الناس دلوقتي في ناس يعني مش عارفه الناس بتفكر ازاي، دي عمل خير للبلد. انا بعمل هي دي مشروع للبلد مش ليا، هي طناح ليه؟ فين؟ اوصف لنا طناح يا حميده. احنا عايزين تعالوا زوروا اوصف لنا طناح للمشاهد. طناح دي تبع محافظه ايه؟ كلها رجال اعمال ما شاء الله، هي بلد غنيه جدا. بلد ايه وايه؟ ده هي قصادها كفر طناح وجنبها بيت محمود والنساء، ده بلد كبيره ومشاهير فيها ما شاء الله. بلد ابو ضيف القران فيه والشيخ سيد والشيخ سعد، فيها مشاهير جامده، وفيها اكتر تقريبا 10 مستشارين كبار، ده بلد كبير. احنا ورجال اعمال من برنامجنا دعوه لاهل طناح فيها يتواصلوا معايا ومع حميده. انا من هنا ورايح، انا لما سمعت المعلومه دي انا هاجري وياها. انا ما خسرتش قولي حاجه. رقمك يا حميده. الحاجه الوحيده اللي انا خسرتها يا سهير بقولها على الملأ،
ان انا لو كنت رحت للحاج علي ربنا الله يرحمه، كان راجل اعمال وكان بيعمل خير كتير. يعني فعلا الناس قالوا روحي له، بس كان دايما مشاغل كتير. اكمل لك السكرتيره مع ست جوازه، يعني كان تليفونه مفتوح 24 ساعه وشغل بيت ودي ودي، ويعني كان حياتي كلها شغل. يعني الناس بتبقى نايمه، ممكن تلاقي حد بيرن حميده عليا معاها بالليل. دبلوم في الري، وحميده كلها ما اشتغلتش، راحت اشتغلت مع انا مش شغاله، هم اللي اختاروا لي. استني يا سؤال بس، استني ما تقوليش معلومه غلط يا سؤال، ما تقوليش معلومه غلط. انا اخت ست جوازي ابو فاتن بتقول لي تعالى قولي شعر دي في المؤتمر ده عشان انا شاعره، الناس قالوا عليا. لما جيت رحت قالوا لي طلبوا منك السكرتيره، قالوا انا ما طلبتش يعني اشتغل. هو اللي طلب. هم اللي طلبوا مني، انا ما طلبتش اشتغل معاه. هم اللي ده مش مصدر. لا لا حبيبه قلبي، احنا كل كانت اللي احلى بنقوله ايام ان هي حميده يعني. فعلاً. كان كلها الايام اللي المفروض كنت اجري فيها من المدرسه. انا كنت بشتغل سكرتيره ست كذا، كان بيجي لي ناس، كان بيكلمني ناس، انا كان بيكلمني ناس من الصعيد وناس من جميع ناس من يعني كانت بتقوم بالخدمات أمال للناس إيه؟ اللي هي شغل عايزه صعب. مصاري. شغل صعب احنا من برنامجنا من جميع دعوة. البلاد. قولي رقمك يا حميده عشان اللي يتواصل بيكي. ما انا الناس يوضح عارفه الله. صفحتهم، مين معروف مين حميده الحميد. وانا معاكم من برنامجنا صوت الحياه، اللي الناس يتواصل كلها وياي او يتواصل ويا حميده دي خطوه للامام، خطوه لاولادنا الطيبين اللي هم فعلا فقدوا حاجه، هم فقدوا العيال دي الحاجه، لها حق الحياه يا لهم سهيل. حق يعيشوا ولهم حق كمان ان هم فعلا يبقى لهم حاجه يجري عليها. هي مش ليا، هي للبلد يا إحنا مش سهيل، دي بنعمل حاجه للبلد. لنفسنا، احنا بنقول من خلال برنامجنا اللي عايز يتبرع بالارض في الكتله السكنيه اهلا بيه. واحنا الارض كمان موجوده يا سهيل، بس هم واقفينها يا سهيل. انا اقول لك على حاجه يا سهيل، انت مش فاهمه حاجه. عندك دلوقتي العيل اللي بياخد تخاطب في المنصوره، البلد هنا في مراكز كتير مفتوحه بتروح نص ساعه. العيل كان يروح نص ساعه يجي زي ما هو، نص ساعه دي ما بنقعدش نسمع. انما بيبقى في المنصوره في حضانه اسمها حضانه كده، بتدي حوالي الطفل 7 ساعات كل يوم، 7 ساعات كل يوم ما عدا السبت. هي بتاخد 1300 جنيه في الشهر. خلي بالك بتاخد سفر اكتر من 2000 جنيه لان السفر بتاع غالي. العيال بياخد اكل وشرب، بتبقى صعب على الاهالي عشان الاب هيوفر كل شهر مثلا 3 4 يعني احنا عايزين نقدم له الفرصه دلوقتي بحيث انها تبقى ببلاش. ممكن يطلع من العيال دي عادي. العيال دي اذكياء جدا على فكره، بس عايزين حد يهتم بيهم. وخلي بالك ما هي الام عشان تجري يا سهير في المنصوره كل يوم، تسافر من الساعه 8 وتيجي مثلا الساعه 3 العصر او 4 العصر. في عيال تانية بتضيع، لو معاها عيالين تانيين بتوع يا سهير. يعني في عيله يعني تاخد احنا عشان نبني حد بندمر حد تاني. انت مش فاهمه من خلال برنامجنا احنا الوقت كنا مع حميده وهنتواصل وياكم، اللي عايز يتواصل ويانا احنا تحت امركم. الارض موجوده يا سهير، برنامجنا بس صوت الحياه وكلمه حق وحلمنا حلمك. اي برنامج فيهم يتواصل معانا واحنا تحت امركم. يا سهير كان معاكم الارضيه يوسف والشاعره حميده الحنفي. يا سهير الارضيه موجوده.